مساء الفل عليكم. بسكوت العيد او بسكوت النشادر. لو كان حد قال لي قبل كده ان بسكوت العيد او البسكوت بتاع النشادر فيه افتكاسات كده وتركات، كنت اقوله لا، ده بسكوت زمان بقى ما فيهوش افتكاسات. لحد ما جربت بنفسي الطريقة دي، فعلا اثبتت لي ان البسكوت اللي كنا بنعمله ده حاجة، والبسكوت بتاع الطريقة دي حاجة تانية خالص. لو بيفرش منك البسكوت، لو البسكوت بيطلع منك ناشف، او بيطلع منك مش دايب، او مقرمش زيادة عن اللزوم، او تحسي ان هو ما فيهوش الذوبان بتاع البسكوت بره ده، اعرفي ان المشكلة عندك في البيض بتاع البسكوت. انت بتحطي البيضة كلها على بعضها. هقول لك النهاردة على طريقة جديدة جدا في طريقة عمل بسكوت النشادر، هتعتمديها بمقادير على قد الايد، بمقادير مظبوطة، ظبطة حلواني. عارفين لما نقول كده ظبطة حلواني، مقادير مية مية. هتعتمدي الطريقة دي طول الوقت، وهتطلع معاكي أحلى وألذ بسكوت، دايب جدا من جوه ومقرمش من بره. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة، أتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الأحمر. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا للناس اللي بتنتسب وبتدعمني بيه. تعالوا نشوف ازاي عملنا البسكوت ده بمقادير بسيطة وسهلة جدا جدا جدا. أول مقاديرنا هتكون في البسكوت ده، وهي طبعا ايه معروفة جدا، السكر. هنجيب كوباية من السكر البودرة. كوباية من السكر البودرة نكون طحنينه كويس ونخلينه كويس. أنا هقول لكم مقادير البيضتين، يعني كل بيضتين هياخدوا المقادير دي، فأنتوا طبعا تقدروا تضاعفوا الكمية براحتكم. أنا هنا هجيب كوباية من السكر البودرة، وهبتدي أنخله كويس مية مية، وهجيب عليه نص كوباية، ربع سمنة وربع زيت. شايفين أنا يعني شايفين كلامي واضح جدا. نص كوباية، ربع سمنة، ربع زيت. ليه انا حطيت سمنه وليه حطيت زيت وليه ما حطيتش سمنه بس؟ الزيت بيخلي البسكوت مقرمش، والسمنه بتخلي البسكوت دايب. الاتنين مع بعض بيدوني المعادله الصعبه اللي هي بسكوت دايب مقرمش. فانتوا اعملوها بالطريقه دي. ونضرب السكر كويس جدا جدا مع السمنه والزيت حلو قوي، لحد ما نخليهم كده يبقوا دايبين كده زي الكريمه. يعني لازم يوصلوا للقوام ده. عندك مضرب اشتغلي بيه، ما عندكش مضرب ممكن بايدك او بالسباتيولا او بمضرب يدوي تتصرفي. المهم ان يوصلوا لازم القوام ده او الشكل ده. اول الفيديو قلت لكم ان انا همسك البيض افصل الصفار عن البياض. انا ليه عملت كده؟ وهودي البياض فين وهودي الصفار فين؟ هجيب بيضتين، البيضتين هاخد الصفارة اعجن بيها واحط البياضة على جنب. البياضة دي هستخدمها استخدامين، خلي بالكم في الاستخدامين دول. بس انا هقول لكم يعني تكونوا معايا خطوة خطوة من الفيديو عشان تشوفوا بالظبط انا عملت ايه. هجيب الصفار بتاع البيض وهنزله على المقادير اللي انا حطيتها، اللي هي السكر والسمنة والزيت مع بعض. وهنجيب البياض ده وننزله على الحليب او اللبن اللي احنا هنعجن بيه البسكوت. ليه؟ علشان خاطر الصفار بتاع البيض هو اللي بيديني الهشاشة وبيديني الذوبان بتاع البسكوت، اما البياض سنة بينشف البسكوت. فاحنا بنحطه مع الحليب عشان نضمن ان البسكوت يبقى مقرمش بس مش ناشف. ودي حاجة مهمة جدا جدا. انا عاملة مقدارين، خلي بالكم مش مقدار واحد. جبت البياض ضربته كده على جنب، وبقى جبت الصفار ضربته على جنب، وبعد كده نزلته على البسكوت وخليت البياض على جنب. البياض ده البياض بتاع البيض ده اولا تخلي بالكم ان هو لما بيتحط على الحليب وبعد كده بينزل على البسكوت بيطلع معايا البسكوت بجد. انا يعني ما كنتش متخيله قد ايه فعلا التركه دي هتفرق جدا. بحب احط بشر برتقان على البسكوت بديل الفانيليا، وساعات بحط الاتنين. ادي الحليب، انا حاطه على الحليب البياض بتاع البيض، وانزل بيه بالطريقة دي كوباية من الحليب. طبعا المقادير لو هتحطوا 4 بيضات يبقى هتضاعفوا المقادير زي ما انا عامله مثلا مقدارين. وهنبتدي ان احنا نضرب الكلام ده كله زي ما انتوا شايفين في المضرب الكهربائي، علشان خاطر يعني اكون خليط ممتزج وما يكونش فيه اي تكتلات. البيضتين بياخدوا كوبايتين من الدقيق. طبعا حضراتكم تقدروا زي ما قلت لكم تضاعفوا المقادير، يعني ممكن مثلا تخلوهم 4 كوبايات او براحتكم لو انتوا حاطين 4 بيضات. وبعد كده هنبتدي ان احنا نضيف بقى المكونات الاساسيه. بحب احط معلقه كبيره من النشاد، المعلقه كبيره من النشا عشان تخلي البسكوت مقرمش كده زي بتاع بره. وتحطوا نص معلقه صغيره من النشادر
نص معلقة صغيرة من النشادر ونص معلقة من البيكنج باودر. ومحدش يقول لي شيل البيكنج باودر من البسكوت، لا، البيكنج باودر لازم يتحط في البسكوت. كل كوبايتين دقيق بياخدوا نص معلقة، وكل كوبايتين دقيق بياخدوا نص معلقة نشادر. يبقى حطينا كوبايتين دقيق، عليهم نص معلقة من النشادر، عليهم نص معلقة من البيكنج باودر، وطبعا ما نسيناش معلقة كبيرة من النشا. معلقة النشا دي أساسية. العجينة اللي أنا قلت لكم عليها النهاردة أو اللي احنا هنعجنها النهاردة، فعلا لو بيطلع معاكي البسكوت فاشل، كل مرة بيفرش منك أو بينشف منك أو بيبوظ منك، انسي كل اللي عملتيه قبل كده وجربي العجينة دي بالطريقة دي، وفعلا هتاكلي أحلى وألذ بسكوت. بس في حاجات او تركات لازم تعمليها وانتي بتعملي البسكوت. اولا البسكوت ما بيتعجنش كتير، دي رقم واحد. رقم اتنين، طريقة عجن البسكوت نفسها، ما نعجنش البسكوت كأنه معجنات مثلا، كأنه مخبوزات، لا، البسكوت بيتعجن بطريقة الضم كده، بحيث ان احنا نخلي البسكوتة من جوه ما تفقدش بقى ان هي تبقى بسكوتة، لا، ما تبقاش فينو، ما تبقاش عيش، لا، تبقى بسكوتة. البسكوت ما بيتعجنش كتير، وخصوصا الناس اللي بتاخده بقى في العجان رايح جاي، لا، مش حلو، مش صح كده. نعجنه عجن خفيف لحد ما نلم العجينة. يفضل عجينة البسكوت واحنا بنعجنها تبقى ايدينا طول الوقت فيها سمنة او زيت، يعني سنة كده سمنة او زيت، علشان خاطر اولا ما ناخدش وقت كتير في العجن، ثانيا ما نعجنش كتير في العجينة فنحس ان هي العجينة بقى ابتدت ان هي تعمل عرق معانا وتمط كده وتبقى زي المخبوزات. البسكوت بقى لو هنعمله في الصيف فرق من لما هنعمله في الشتاء. في الشتاء البسكوت بيتقطع على طول، ما بيستناش ابدا، لكن في الصيف لازم البسكوت يريح جوه التلاجة مدة ما تقلش عن 5 دقايق. ليه؟ علشان تبدأ العجينة تتماسك وتبقى حلوة وجميلة. عجينة البسكوت ما بتبقاش ملزقة، يعني لازم ما تبقاش ملزقة. بسكوت النشادر ده العجينة بتاعته بتبقى متماسكة وحلوة، بس بتبقى برضو طرية زي ما انتوا شايفين، وده بيكون شكل العجينة. العجينة بتكون ملسة خالص من فوق، ما فيهاش اي سنة تلزيق خالص. هنبتدي ان احنا نقطع البسكوت بتاعنا، سواء هنقطع البسكوت بالقمع او هنقطعه بالمكنة او هنقطعه بالقمع الحلواني، براحتكم خالص. يعني انتوا هتشوفوا الطريقة اللي انتوا هتحبوا تقطعوا بيها. انا جايبه لكم كذا طريقة، وانتوا يعني الطريقة اللي تعجبكم تقطعوا بيه. بس الفرق ان اللي بيبقى معمول في القمع ده، خلي بالكم بتكون العجينة أطرى شوية من بتاعة المكنة، لأن المكنة مش بتحتاج للعجينة طرية، أما القمع بيحتاج إن العجينة السنة تبقى طرية عشان يطلع معاكم البسكوت. طبعا أنا مستخدمة هنا يعني البلبلة اللي هي بتبقى شكل نجمة، لكن طبعا أنا في الأغلب البسكوت اللي أنا عملته لكم بعمله لكم العجينة المشطوفة، اللي هي البلبلة المشطوفة دي أنا بحبها جدا. بس في ناس كتير طلبت مني بسكوت المكنة من غير مكنة، هي دي بقى بتاعت المكنة اهو. شايفين ما فيهاش أي صعوبة أبدا، بالعكس سهلة جدا جدا، بتطلع طعمها رائع جدا جدا. طبعا البسكوت بنسخن الفرن قبل ما نبتدي نشتغل، بندخل البسكوت. وخلي بالكم اول صاجة دي مهمة جدا، يعني ما تحاولوش ان انتوا تغيبوا عنها عشان تشوفوا بقى البسكوت بتاعكم فرش، لا، يبقى نحطه في التلاجة كمان شوية. البسكوت بتاعي شقق من فوق، لا، يبقى انت كده العجينة بتاعتك تقيلة أو كبسة، لازم تخفيها شوية. فتخلي بالكم أول صاجة دي بتبقى إيه حقل التجارب زي ما بنقول، فبنشوف منها مراية البسكوت. البسكوت ما بيبقاش الفرن سخنة جدا، وما بنسيبوش لحد ما يحمر قوي من فوق، بس ده يعني عامة ده بيكون اختلاف أذواق، في ناس بتحبه متحمر من فوق ومن تحت. وأهم حاجة عينك ما تغيبش عن البسكوت، لأنه بيستوي بسرعة جدا جدا. لما بتطلعيه ما بتحركيهوش أبدا أبدا من الصاجة لحد ما هو يتحرك بنفسه كده، عشان البسكوت بيبقى طالع هش جدا ورقيق جدا، ممكن يتكسر منك. طبعا بتحتفظي بيه في حاجات، في علب تكون متغلفة بورق من تحت عشان ما يحصلوش أي حاجة. كل سنة وأنتم طيبين. أتمنى وصفتي النهاردة تكون وفت كل أسئلتكم وجاوبت عن كل استفساراتكم عن بسكوت النشادر. استنوني إن شاء الله، هنزل لكم كل يوم وصفة من وصفات خبيز العيد. بدأنا النهاردة بسكوت النشادر، استنوني كل يوم إن شاء الله وصفة من وصفات مخبوزات العيد والنواعم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. بشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم، واللي كومنتاتكم الجميلة اللي بتشجعني. تحياتي ليكم.
لكم للإعلانات على قناتي أسيب لكم اللينك ورقم التليفون في صندوق الوصف. بألف هنا وشفا، وأشوفكم دايما يا رب على خير قريب.